اهلا بيكم، عاملين يا رب تكونوا بخير. الحقيقه النهارده في بعض الاخبار المهمه اللي لازم تكون عارفها. طبعا حضراتكم شفتوا الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا لمحاوله بعض الشباب اقتحام السفاره المصريه او القنصليه المصريه، اللي بيظهر فيه بعض المخربين او المشاغبين من الشباب وبيعملوا شغب قدام القنصليه. للوهله الاولى تحس ان الموضوع عشوائي جدا وتحركات عشوائيه من بعض الافراد والمخربين، لكن الحقيقه ان الموضوع اعمق من كده بكتير. لما تيجي تربط الاحداث ببعضيها هتلاقي نفسك قدام سؤال مهم جدا، اشمعنى دلوقتي بالتحديد بيحصل الكلام ده؟ والمشكله انه ما بيحصلش قدام قنصليه واحده مثلا، ده بيحصل قدام عده قنصليات وسفارات مصريه حول العالم. فتحس هنا ان الموضوع مخطط ومتزامن مع بعضيه، فعلى طول تستنتج ان في فصيل او طرف ورا الموضوع ده. وطبعا الموضوع ده مش مستبعد عن جماعه الاخوه، يكون في تمويل خارجي من اسرائيل نفسها لمجموعه الشباب المشاغبين المخربين دول، لان مش منطقي ومش معقول ان كل ده يكون صدفه حول العالم حول السفارات المصريه. حد يقول لي هو ايه اصلا الغرض من موضوع زي كده؟ اولا احراج مصر قدام العالم، وبيحاولوا يوروه ان السفارات المصريه تحت الحصار. مش بقول لك مخطط خبيث ومؤامره كبيره بتحصل على مصر، بس الرد المصري جه سريع وحاسم. تشديد الاجراءات الامنيه حول العالم واتخاذ اجراءات صارمه لكل المشاغبين والمخربين واي حد هيقرب باعتداء على السفارات المصريه. على الناحيه الثانيه في عز ما في شتيمه وتلاسن بالالفاظ بين المواطنين السعوديين والمصريين على السوشيال ميديا، فالامر وصل لوزير من الطرف المصري ووزير من الطرف السعودي. وفي ظل ما كل ده بيحدث هنا بقى تيجي المفاجاه، دعوه من ولي العهد السعودي للرئيس المصري بزياره السعوديه بلقاء مباشر في مدينه نيوم السعوديه. اللقاء كان فيه ود واخوه واكبر من اي كلام، ورسائل اكبر من اي كلام بيتقال على السوشيال ميديا. الرساله واضحه، مصر والسعوديه بينهم علاقات استراتيجيه في المنطقه، غير ان في علاقه اخويه وصداقه بين الزعيمين. ده غير ان التفاعل الشعبي على اللقاء بين الشعب المصري والشعب السعودي كان جميل جدا، وبيقولوا ان اللقاء ده بيحمل رساله طمأنينة بين القاهره والسعوديه. الرئيسين بيأكدوا على ضروره اتخاذ الاجراءات اللازمه لتخفيف المعاناه عن الفلسطينيين. اما فيما يتعلق بما يحدث بين حماس واسرائيل، حماس وافقت على صفقه جزئيه، واهم بنود الصفقه دي اطلاق 10 من الاسرى الاسرائيليين الاحياء مقابل 140 من الفلسطينيين محكوم عليهم بالمؤبد، و60 اسير من اللي محكوم عليهم ب 15 سنه، واطلاق جميع النساء والقاصرين، وقف اطلاق النار وهدنه لمده 60 يوم، ودخول المساعدات الانسانيه، وتراجع قوات الاحتلال لمسافه 1000 متر بشمال وشرق غزه. طبعا الكلام ده جميل جدا، بس للاسف اسرائيل مش موافقه عليه. اسرائيل دلوقتي كل اللي شاغلها احتلال غزه بالكامل، وخلينا اوريك على بعض ما يقال في الداخل الاسرائيلي بشان الموضوع. החטופים שלנו בעזה, אז עכשיו חמאס רוצה עסקה חלקית וישראל רוצה עסקה מלאה. כשאנשי נתניהו טוענים שהם לא מתייחסים לתשובה של חמאס, שנמשכת ההיערכות לפעולה הגדולה לכיבוש עזה. נתניהו משדר בדיונים ולסביבה שלו ההצעה הזו כבר לא רלוונטית, ובסביבתו אומרים לא מתייחסים להצעה, לא דנים בה וממוקדים רק בכיבוש עזה. ده اللي بيقوله الاعلام. ايه اللي بيحصل بقى في الغرف المغلقه؟ خليني اقول لك ان في خطه قبل كده اتسربت كانت لترامب، وخلي بالك ان الخطه دي هي اللي بتحصل دلوقتي على ارض الواقع. الخطه دي كانت بتنص على تهجير اكتر من 1,000,000 فلسطيني من قطاع غزه ودفعهم نحو الحدود المصريه. وخلي بالك في الوقت ده، وقت تسريب الخطه دي، بعض الناس افتكروها شائعات، لكن اللي احنا شايفينه النهارده خطه بتتنفذ خطوه خطوه. اسرائيل بتتوغل في غزه وبتستولى على منطقه المواصب اكملها، وده معناه احتلال كامل لقطاع غزه. النتيجه 1,000,000 فلسطيني واقفين على حدود مصر علشان يهجروهم كسر. اهو اكيد اسرائيل مش بتوديهم هناك عشان يلعبوا كوره. اللي بيحصل ده بيبين ان انت قدام مؤامره جيوسياسيه كبيره جدا. على الناحيه الثانيه اسرائيل بتحاول تختبر رد فعل مصر، وبتعمل مناورات عسكريه في البحر الاحمر. برضه هقول لك اشمعنى في التوقيت ده بالذات، كلها مؤامرات بتحصل، لكن طبعا هم بيحاولوا يعملوا كده عشان يهدوا الرأي الداخلي الإسرائيلي، وبتحاول تبين انها قوية قدام شعبها. لكن على مين؟ قدرات الجيش المصري معلومة عند القاصي والداني، وعلى وجه الخصوص في تل أبيب. وبس يا سيدي، دي أخبار النهاردة، واشوفك إن شاء الله في حلقة جديدة. سلام عليكم.